تعالوا اقول لكم المنجقونة البورسعيدي اتسمت ليه بالاسم ده. زمان ايام الاحتلال الانجليزي على مدينة بورسعيد كان بيسكن في بورسعيد بعض الجاليات الاجنبية، ومن ضمن الجاليات دي كان في بائع متجول ايطالي عنده عربة بيمشي بيها في شوارع بورسعيد، وكان بيبيع عليها نوع معين من الفطائر او الحلوى، وكان ينادي ويقول منجقونة منجقونة، وكانت الناس تروح تشتري منه الفطائر دي لان كان طعمها جميل جدا. وكلمة منجقونة ما هواش اسم الحلوى، لا ده كان معناها خد لك واحدة او خد لك فطيرة. وبدأ بقى يترسخ في اذهان البورسعيدية ان الحلوى دي اسمها منجقونة، ومع الوقت والايام بدأوا يحرفوا الاسم ده او يتعدل لاسم منجقونة. وطبعا منجقونة بورسعيدي لان هي اصلها من بورسعيد، وبدأت من بورسعيد تنتشر في جميع المحافظات وبقت مرتبطة بأعياد شم النسيم. المنجقونة البورسعيدي. لو أول مرة تسمع المعلومة دي من فضلكم لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفيد.